اهلا بيك يا صديقي مع قناة من وحي كتاب. النهاردة وبعد غياب 3 سنين راجعين لك بكتاب عن اسرار الثراء وطبيعة المال. بس قبل ما تنسى اعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وكمان اعمل شير لاصحابك عشان تدعمنا. راجعين لك بكتاب عن اسرار الثراء وطبيعة المال، كتاب الاب الغني والاب الفقير لمؤلفه روبرت تي كيوساكي. ببساطة الغنى والفقر مش بس بيتقاس بمقدار ما تمتلكه من المال، لكن الاهم هي العقلية. لان ممكن شخص معاه فلوس بس يعتبر فقير، لان عقليته عقلية شخص فقير، وده هيخليه يضيع الفلوس ومش هيعرف لا يكبرها ولا حتى يحافظ عليها. ممكن شخص يكون مش معاه فلوس بس غني، لانه عنده عقلية شخص غني، هيعرف ازاي بعقلية دي يعمل فلوس. وده هيودينا يا صديقي لسؤال مهم: ايه هي سمات عقلية الشخص الغني، وايه هي سمات عقلية الشخص الفقير؟ والسؤال ده هيودينا برضو لأهم جملة في الكتاب كله: تعمل الطبقتان الفقيرة والمتوسطة حتى تجني المال، أما الطبقة الثرية فتدع المال يعمل في خدمتهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة الشخص الفقير هو حد بيشتغل عند الفلوس، لكن الشخص الغني الفلوس هي اللي بتشتغل عنده. عارف انك برضو عايز تقولي يعني ايه برضو؟ يعني الغني هو الشخص اللي عنده مشروع خاص مش مضطر حتى يكون متواجد فيه طول الوقت عشان يدخله فلوس. يعني اللي عنده قناة على اليوتيوب مثلا وهو نايم ناس بتدخل تسمع الفيديوهات وهو بيكسب منها. او احكي لك قصة الكاتب نفسه ذكرها في الكتاب، ان كان في طفلين كانوا مجمعين عدد كبير جدا من المجلات، وقرروا يفتحوا البدروم كمكتبة قراءة. يعني اي طفل في المنطقة عايز يدخل يقرا لمدة ساعة يدفع 50 سنت، وكانوا مخلين اختهم الصغيرة هي اللي تدير المشروع ده، يعني من غير وجودهم في المكتبة وهم بيمارسوا حياتهم عادي في مشروع بيدخل لهم فلوس. يعني الفلوس هي اللي بتشتغل عندهم. لكن الشخص الفقير هو بيدخل فلوس بس، وبيتحاسب بس على الساعة اللي هو بيشتغلها، ولو ما اشتغلش مفيش فلوس. الشخص الغني شخص بيعرف يقرأ ويتعلم من واقع الحياة، شخص لما بيقابل مشكلة بيسأل نفسه ازاي ممكن اتخطاها، شخص بيحب المغامرة وبيتعلم ازاي يديرها. وقبل كل ده هو شخص عنده ادراك لطبيعة المال اللي لسه هنتكلم عنها. لكن الشخص الفقير لما بيقابل مشكلة تلاقيه بيقول مش ممكن اتخطى مشكلة بالصعوبة دي. بمجرد ما عقله بيسمع الجملة دي يكون شل دماغه عن التفكير وخلاها تتوقف تماما. شخص بيحب يلعب في الجانب الآمن، بيكون بيشتغل موظف لشركة، اي نعم صاحب الشركة هو اللي بيتحمل كل المخاطر وبيراقب السوق ويحلله، لكن في النهاية الموظف بيشتغل والربح كله بيروح لصاحب العمل. ده لان الموظف في الحقيقة بيخاف يخاطر، وفي الاخر ترجع يا صديقي تسب لصاحب العمل والاوضاع الاقتصادية والجشع، وكل ده لانك تمتلك عقلية شخص فقير. يعني هقول لك انت شغال في شركة بتقبض 10,000 جنيه مثلا، طبعا بتضيعهم كلهم. اسأل نفسك كده او بص حواليك هتلاقي ان كل الناس متخيلة ان الحل هو انه يدور على شغل تاني يكون مرتبه مثلا 20,000 جنيه. تفتكر كده المشكلة اتحلت؟ طبعا كده اتحلت، لانك برضو لسه بتفكر بعقلية الشخص الفقير. مادام هو كان بيضيع كل الفلوس اللي كانت بتدخله، فحتى لو دخله اتضاعف برضو نفقاته هتلاقيها بتتضاعف، وهتبقى المحصلة برضو صفر، يعني نفس النتيجة ونفس الوضع. اغلب الناس بيتحركوا مدفوعين، واقصد بمدفوعين هنا يعني مش اصحاب قرارات واعية، لكن متبرمجين. الخوف والجشع هو المحرك الرئيسي لاغلب الناس. الخوف من ايه؟ الخوف من قلة الفلوس يخليهم يشتغلوا اكتر، والجشع بيخليهم لما يمسكوا الفلوس ويشتروا بيها حاجات ترضي لذاتهم فيبقى عاوز فلوس اكتر، فيشتغل عشان يصرف اكتر، وتلف زي الفار في الدايرة المفرغة دي طول ما انت مش واعي بيها. برغم انه الناس بتلجأ لنفس الحل ده وهو الشغل اكتر لعلاج الخوف من قلة الفلوس، واديلهم 10 او 20 او 30 سنة وعمر ما المشكلة اتحلت بالطريقة دي، الا انهم لسه بيلجأوا للشغل اكتر ونفس الحل. وده اكبر دليل انهم متبرمجين مش قليل الحيل. الهوس بالمال في مقابل عدم الرغبة في الحصول على المال. الهوس بالمال، في ناس معاها ملايين الدولارات بس برضو لسه مرعوبة من جواها انه يخسر كل الفلوس ده، لانه ببساطة حاطط قيمته امانه في المال، يعني صنع من المال اله. وده برضو في الحقيقة مش اللي احنا بنقوله. وعلى النقيض الشخص اللي بيدعي ان هو ما عندوش رغبة في الحصول على المال وبيقول الفلوس ما بتشغلنيش ومش مهتم اعمل فلوس وانا اولد سول والكلام ده سلوك دفاعي. هو عشان مش عارف يكون غني ولا فاهم طبيعة المال فبيوهم نفسه انه مش عاوز، بس الحقيقة انت مش عارف. تعال اثبت لك. تشتغل ليه 8 ساعات في اليوم 6 ايام في الاسبوع يمكن اكتر، وفي الغالب شغل مش بتحبه عشان الفلوس؟
اول خطوة عشان تطلع بره عقلية الفقير انك تهزم الخوف من قلة الفلوس والجشع اللي بيخليك تضيع كل اللي معاك. تطلع بره عقلية الضحية وانك تشوف المشكلة براك مش جواك. ولازم تطلع بره عقلية الضحية اللي بتخليك تشوف المشكلة براك. المشكلة مش في الاقتصاد ولا الحكومة ولا الرأسمالية ولا الظلم. المشكلة الكبيرة والأساسية جوه دماغك انت. طول ما انت شايف المشكلة براك مفيش اي حاجة هتتغير، مفيش اي اوبشنز ممكن تتفتح لك، لانك طول الوقت هتحاول تغير الظروف، وده يخليك تتنقل من وظيفة للتانية وبلد للتانية وانت لسه فقير، لان المشكلة الحقيقية اللي لسه جوه دماغك انت ما حلتهاش. باختصار يا صديقي، القاعدة الاولى عشان تكون غني لازم تعرف تفرق بين الاصول والخصوم. الاصول هي حاجة بتزود المال جوه الحصالة بتاعتك، الخصوم هي حاجة بتنقص المال من حصالتك. لو سألت شخص فقير هل تعتبر العربية من الاصول ولا من الخصوم، هتلاقيه بيعتبرها من الاصول، رغم انها بتستنفذ فلوس في بنزين وتصليحات وقطع غيار وسمكري و بالاضافة انها فلوس متجمدة ممكن يشغلها وتعمل له فلوس. ونفس الفكرة لو سألت شخص غني البيت من الاصول ولا من الخصوم، هتلاقيه بيعتبر ان امتلاك بيت مادام هو مش مشروع ايجار فهو من الخصوم، لانه بينقص الفلوس من حصلت فواتير وبلا بلا بلا. من الاخر كل تعثراتك المالية معناها ان في حاجة في الواقع بتاعك انت مش عارف تقراها. ولو لسه بتفكر ان المشكلة في الوضع الاقتصادي والشركة اللي انت شغال فيها والظروف، فانت لسه جوه عقلية الضحية. قصة مش انك برضو يبقى معاك فلوس، قصة انك ازاي هتخلي الفلوس دي تشتغل وتعمل لأجلك. بعض المحللين النفسانيين بيقولوا ان اغلب الناس بيخافوا يقفوا ويتكلموا قصاد جمهور اكتر من خوفهم من الموت. انت متخيل؟ طبعا عاوز تسألني ازاي؟ هقول ده لانهم اصلا بيخافوا من النقد. الخوف انك تكون مختلف، انك تتعرض للرفض، انك تقول حاجة عكس اللي الفكر الجمعي مؤمن بيها. هتقول لي ايه علاقة ده بالفقر اساسا؟ ما تتوهنيش، احنا قلنا اكبر سبب للفقر هو الخوف، ونفس مبدأ المشي ورا القطيع، وانك نفس اللي الناس بتعمله عشان ما تتعرضش للانتقاد، وبالتالي هتفضل فقير زي الناس الفقيرة اللي انت خايف من رأيها فيك. والحل انك تواجه خوف، او زي ما قال عمنا فرويد افعل ما تخاف، حتى لو كانت الناس مش مقتنعة باللي انت بتعمله. اخيرا فكر في عملك الخاص، زي ما قال عمنا احمد مكي في الاغنية بتاعته الاحلام ما بتموتش انما ممكن تتنسي. اهم حاجة تفتكرها وانت بتفكر في مشروعك الخاص انك تعرف تفرق بين المشروع والوظيفة. يعني لو مشروعك تطلب انك تكون متواجد فيه طول الوقت، ده معناه ساعتها انه مش مشروع، انه وظيفة. العمل مش بيشترط تواجد، فلوس هي اللي بتشتغل لحسابك، لكن الوظيفة تشترط وجودك وانت اللي شغال عندك. اشوفك في فيديو تاني كل اسبوع، بس ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو علشان تدعمنا ان احنا نستمر.